السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفة لذيذة وسهلة حلوة رافاييلو المغربية اللي كتجي هشيشة وكتذوب في الفم وبنينة بالنكهة ديال الكوك. تابعوا معايا الطريقة خطوة بخطوة وما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وبارطاجيو هذا الفيديو باش تعم الفائدة. وندوزو للطريقة على بركة الله. وبالنسبة للمقادير غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف ان شاء الله كما العادة. كندوز هنا كناخد واحد الهاشوار، كنزل فيها الزبدة اللي كانت عندي على درجة حرارة المطبخ، كندير فيها قبيصة ديال الملحة وسكر سنيدة، كنزيد عليها الفاني والزيت نباتية، كنزيد عليهم البيض، كنطحن كلشي حتى كيولي ليا داك الخليط بحال شي كريمة هكذايا، حيت الزبدة كتكون عندنا رطبة. وكنزيد عليهم الكوك اللي حمرته، كنزيد عليهم النشا وكنزيد عليهم الدقيق. الدقيق غنزيد غير واحد المقدار ونخلي شويه حتى كنشوف ديك الهشوار واش طحنات ليا كلشي. عاد كنزيد المتبقي من الدقيق وغندير الخميره ديال الحلويات. صافي حتى خلطت العجينه ديالي مزيان. العجينه راه كتجي بحال هكا كتماسك وكتكون رطبه. شوفوا كيفاش كيجي القوام ديالها. صافي كنكورو واحد الكويرات حجم متوسط. المهم كاين اللي كيديرهم شويه كبار، كاين اللي كيديرهم شويه صغار، على حسب شحال بغيتيهم نتي ديري ليهم. اولا انا هنايا غندير غير عيني ميزاني، ما غنعبرهمش، واللي بغى يعبرهم باش يجيوهم متساويين بحال بحال يعبرهم. المهم كناخد كويرات هكا كنكورها ومن بعد كندير وسط منها حبه اللوز كنعاود نكورها وكنستمر حتى كنسالي العجين ديالي. وبالنسبه للوز انا هنايا خليته بالقشور ديالو وحمرته غير في الفران حتى تحمر ليا وكندير الوسط. وكاين اللي كيبغي يفسخ ليه القشور وكيقليه في الزيت حتى هذيك الطريقه. المهم كيديروها كل واحد شنو كيدير داكشي اللي كيعجبو الصراحه. انا ما كنبغيش نقلي اللوز، كنبغي نديرو هكاك بقشورو صاين. وصافي من بعد ما كورت داك الحلوه ديالي كامله، جبت هنا اللاطه درت فيها واحد البابي كويسون وكندير نست فيها الحلوه ديالي وكنبعدهم شي شويه على بعضياتهم باش ملي كيتحمروا كيتحمروا كاملين دقه واحده. هما ما كيتنفخوش بزاف بزاف. وانتم شفتوا من بعد ما تحمروا شعلت ليهم الفران من التحت والفوق على درجة الحرارة ما بين 160 170 خرجتهم. صافي هما راه جاو محمرين مذهبين كما قلت لكم. خرجتهم وحطيتهم حتى بردوا. وهنا في واحد الكاسرونه خديت فيها بديل الشوكولا وذوبته في حمام مريم ودرت فيه زيت نباتيه واحد 2 معالق وخلطته مزيان باش كيولي لنا داك القوام خفيف. ومن بعد كنجيب هنايا الحلوه ديالي كنحطها في الشوكولات ومن بعد كندوزها في داك الكوك وكنحطها غير في واحد الصينيه حتى كتنشف. كينشف داك الشوكولات كيشد فيها مزيان. عاد كتصفوها فين ما بغيتو تحطوها في الطبسيل ولا تجمعوها ولا. وهذا هو الشكل النهائي ونتمنى نتلاقاو فيديو جديد.